عشنا سنين بنقول في حاجه غلط، مفيش مساواه، مفيش عدل. حتى الاعلام، الجهه الوحيده اللي المفروض بتمثل المهنيه والمساواه ما بين الاطراف، قالت لنا انتوا بتشتغلوا نفسكم، انتوا فاكرين نفسكم عايشين في مؤامره كونيه. مش بس كده، ده خلتها اداه سخريه ما بين الجمهورين. لغايه ما ظهر وقت وقلنا خلاص الطين زاد بله، ظهر مستثمر عربي بيدعم النادي الاهلي في كل المجالات اللي هو اصلا اكبر امكانيات في مصر، وبقى رئيس شرفي للنادي وحطوا امال مشروع القرن واحلام. وبعدها بشهور قليله، حتى في اقل من سنه، اتحول من رئيس شرفي للنادي لشوال طال عمره، زي اللي كان قبله كبير ما تاخدش على كلامه بيخرف الله يرحمه، والتاني حقود ما تستناش منه كلام، ويقدر يبين فساد منظومه وملها كبير كنا بالنادي بيه سنين طويله. تخيل ان احنا كل المعاناه بتاعتنا دي ما جابتش اي نتيجه، ويوم لما يحصل على ايد واحد كان جواها. ربك كبير. مشكلتكم ديت احنا ملناش دخل فيها، انتوا الاتنين كده على بعض شاكب راكب، ما تلزموناش في حاجه، حتى اللي مصدر نفسه من عندنا هو كمان والله ما يلزمنا في حاجه. المهم عندي ان الحقيقه لسه بتبان، وانك تكون عارف مبادئك كويس. وبالنسبه لجمهوركم اللي شتم فينا، فكان احسن رد اللي حصل من جمهورنا النهارده في الدقيقه 74 لما احيا ذكرى ان نحتسبه عند الله شهداء من ضحايا بورسعيد. انتوا لسه مع تكتيك يا يحيى. برزق الهبل والمجانين على الله مش لاقي وصف ادق من كده لكاسونجو. كاسونجو بيحرز هدف الزمالك الوحيد في المباراه وبيصعد بالزمالك لدور ال 16 في البطوله العربيه. مباراه رائعه لجروس ينقصها شيء واحد هنقوله في وقته بيبين قد ايه قوه الزمالك وشخصيته وبره ارضه. قبل ما نتكلم في الماتش، الكابتن عامر عبد الله او زي ما بيحب يتقال له ابو عبد الله معلق المباراه كان بجد عسل. تحس ان هو معلق رياضي ومصلح اجتماعي ما بين مصر والسعوديه لغايه ما يجيبوا مصلح اجتماعي. بس بجد كفايه كميه الذكر والصلاه على النبي اللي احنا قلناها في الماتش كله. في مباراه تونسيه خالصه، الزمالك بيصعد من بره ارضه لدور ال 16 في اول اختبار حقيقي لجروس، واللي جاي اصعب. الزمالك بيبتدي الماتش بجنش مش جنش على راي معلق المباراه اللي كان واخد رخصه دغدغه في اللعيبه، ما فلتش من ايده بهاء مجدي ولا محمود علاء، حتى الونش اللي فلت من ايده شد معاه ومسك فيه في اخر الماتش. على اليمين الرايق نجم المباراة بلا منازع حمدي النقاز، اللي لو فضل على مستوى الشوط الاول نقدر نقوله بكل ثقة ان الجبهة اليمين للزمالك في امان. جنبه علاء والونش تمركز كان وحش، التفاهم غايب، الونش مختفي كتير، علاء ممتاز في خروج الكورة، والاتنين في العرضيات اللي بتتلعب علينا صفر على الشمال. عيب جدا لما يبقى عندك الونش بيجيب اجوان ومحمود علاء بيجيب اجوان كتير جدا، والنقاز طوله لا يقل عن 195 سم والعرضيات بتتلعب عليك وبتمثل خطورة بالشكل ده. ناحية الشمال واحد من نجوم المباراة الممتاز دفاعيا بهاء مجدي، وكان بيختار التوقيت الصح للتقدم، وكان مراعي جدا تقدم النقاز اغلب اوقات الماتش، بس كان في كل مرة بيتقدم فيها كان بيمثل خطورة كبيرة جدا. قدامهم قلب الاسد، جنبه المختفي معظم اوقات الماتش خصوصا الشوط الاول فرجاني ساسي. قدامهم على اليمين ابراهيم حسن، في النص اوباما، وناحية الشمال كهربا تحت مهاجم وحيد مخضوض جدا ومعاه كل الحق عمر السعيد. شوط اول الزمالك بيبني من تحت على الارض، الكرة كانت دايما بتتقطع منه عند الاطراف عند الوينجين، باستثناء كرة حمدي النقاز اللي خدها وكسر لنص الملعب ودخل للعمق وادى اسيست لعمر السعيد اللي انتحل شخصية كاسونجو وشاطها بطريقة غريبة جدا. المشكلة دي بدأت تتحل لما لقينا كهربا بيميل للعمق وبيميل لناحية اليمين احيانا، وابراهيم حسن بيميل للعمق، وبهاء مجدي ثابت مكانه، وكان حمدي النقاز طاير. كل لعيبه الزمالك كانت بتلعب على الارض، وقدرنا نغلب القادسيه ونفرض عليها شخصيتنا من كتر الباص اللي كنا بنعمله. ما عدا ساسي وطارق كانوا دايما بيميلوا للكور الطوليه، ساسي ما ظبطهاش قوي، انما طارق كان بسم الله ما شاء الله بيرلو في نفسه، بيدي كور طوليه دواء. المساحات في الشوط الاول كانت ضيقه جدا، ما ساعدتش اوباما خالص، خلته ما يفكرش غير في ضربه جزاء او فاول، وده اللي خلاه يظهر بأسوأ ظهور ليه منذ بداية الموسم لحد دلوقتي. انا من وجهة نظري التكتل ده كان محتاج ايمن حفني جدا. كهربا دخل ال 18 في اكتر من كوره، وكان فعلا بيمثل خطورة كبيرة جدا، كان بيبقى ناقصه بس الفينش. حتى في فاول اتلعب من ناحية اليمين من ابراهيم حسن، لعبها كهربا بدل ما يشوطها بدماغه ناحية الجون طلعها بره. الكرة اتردت للقادسية برضه في فاول اتلعب جوه ال 18، المهاجم بتاعهم بدل ما يلعب الكرة بالدماغ ناحية الجون قام مطلعها بره، كانه بيقول للكهربا انت مش احسن مني في حاجة. عمر السعيد كان كويس جدا، بيتوقع كويس جدا، كان حظه وحش جدا، ما كانش موفق خالص. الحكم على عمر السعيد من خلال الماتش ده هيبقى ظالم جدا. تعالوا نعمل مقارنه صغيره جدا لل 75 دقيقه اللي لعبهم عمر السعيد لاخر 75 دقيقه كاسونجو لعبهم، سواء الماتش اللي فات او اللي قبله او اللي قبله وهكذا. بدنيا انا شايف عمر السعيد اقوى، عمر السعيد لعب 75 دقيقه ما فرقش كتير على عكس كاسونجو بعد نص ساعه بيشطب. التوقع عمر افضل، الذكاء عمر افضل، مشاغبه المدافعين عمر افضل،
حسن التصرف عمر افضل، محطه بتلعب اللعيبه التانيه عمر افضل. عمر لاعب كبير بس محتاج صبر، وما ننساش ان اول ماتش يلعبه اساسي كان بره ارضنا. القادسيه في الشوط الثاني لعب بنفس سيناريو الذهاب، وده ساب فراغ كبير في خط النص قدر اوباما يظهر من خلاله في حوالي كورتين. طمعنا جدا في خط النص بس للاسف العكسيات علينا، وبالذات من ناحيه حمدي النقاز كانت خطر جدا. نقطة سلبية واحدة، كنا دايما بنلاحظ لما القادسية بيقطع الكرة تلاقي 3 في خط النص وقدامهم واحد او وراهم واحد على حسب تمركز اللعيبة، وده يبين ان هم مذاكرين الزمالك كويس جدا وعارفين ان خط النص دايما فاضي علشان وجود ساسي لوحده. بدر مطوع لعيب كبير جدا وعنده خبرات كبيرة جدا، وكان بيقدر يكسب فاولات في اي مكان في الملعب، وقدر يكسب فاولات كتير في نص الملعب، والحمد لله كانت فاولات تكتيكية لينا اكتر ما كانت ليهم. قدر يعطل هجمات كتير كانت ممكن تشكل خطورة ويجي منها اهداف. شكرا بدر مطوع، احنا الحمد لله ما بنعرفش نعمل فاولات تكتيكية. وانجا رونالد كان واخد تقريبا كاسونجو مثل اعلى، والحمد لله كان طيب جدا. شكرا وانجا. وكعادة جروس في ثبات التشكيل وثبات التبديلات بينزل محمد ابراهيم مكان ابراهيم حسن عشان يودي اوباما وينج يمين ويختفي بقيه الماتش. عنتر مكان كهربا في علامات استفهام كتير جدا، مش على اداء عنتر، على ازاي اصلا جروس يفكر في التبديل. عمر السعيد كان اخر ربع ساعه وعمره ما ابتدى اساسي، وعنتر بره التشكيل بقاله كام ماتش وما بيلعبش في الدوري وفجاه تلعبهم. حاجه غريبه عن اللي نعرفه عن جروس، بس كويس، مغامره بس كويس جدا. كاسونجو مكان عمر السعيد اللي محتاجش غير كوره واحده بس يضيعها، مش 45 انفراد علشان خاطر يقطع على القريبه ويجيب جول الزمالك الوحيد في الماتش. لا وبعد الجول كمان بيضغط على اللعيبه. هو كده كاسونجو جميل، احنا ما قلناش نبتدي بيه تاني بقى. كام نقطه كده عاوز اتكلم فيهم. الحكم كان كويس جدا بس كان متنشن شويه وخلى الماتش فيه عصبيه كتير. في لعيب في القادسيه في الدفاع تقريبا اسمه الضفيري، اللعيب ده كان المفروض يتطرد مرتين. محمد ابراهيم نزل عمل كام كوره حلوه، منهم كورتين بجولين محققين، بس برضه مصمم يلعب الصعب. محمد وصل لمرحله ان هو قاعد بيعمل الصعب وفي السهل بيقلب بطه بلدي. اول مره في حياتي اشوف كهربا ملتزم دفاعيا كده. خلينا نكون متفقين ان محمد عنتر فيه ميزه، بس انا والله العظيم ما اعرفها. يعني بعيد عن ان هو ما بيعرفش يدافع كويس، بس كمجمل هو فيه ميزه، هو فيه ميزه بس انا مش عارفها. بس هو يعني هو بيستلم ويسلم كويس. الشوط من بره ال 18 من طارق حامد محتاج تظبيط، بس هي ميزه كبيره جدا. طرد اوباما قله خبره ولازم يكون في وقفه معاه. قلتها وبقولها وهقولها، المرتدات علينا خطر جدا، لازم نشوف حل معاها. احنا اي عرضيه علينا سواء من ثبات او من حركه اجوال محققه. ان الماتش يقف 10 دقايق وتركي آل الشيخ يتدخل والمعلق يقول بقى ده ما يحبش مصر وجو الاخوه ده، حسيت بنسبه كبيره ان هي حركه، يعني مفيش منع ولا كان في اي حاجه. احساس، الله اعلم. اخر حاجه عايز اقولها، مع ان ما كانش في اي حاجه ممكن تخلينا نصعد غير تعادل ايجابي او ان احنا نفوز، بس كنت خايف جدا ان احنا نجيب جون الاول عشان عارف ان احنا ما بنعرفش نحافظ عليه، وسبحان الله جبنا جول الاول وبرضه ما عرفناش نحافظ عليه. اتمنى النقطه دي ونقطه المرتدات بالله عليكم تتصلح. سلامات.